شيخه كان اسمه الشيخ سليمان. قال الشيخ سليمان بكى اللي هو الشيخ عبد الحليم او الشيخ شيخويا، وقال لهم بعتم حريتكم بجنيه. العلماء من 1840 باعوا حريتهم بجنيه. كان لهم الجرايه والجرايه كان فيها علف الدبه، علف الحصان، يعني كان ممكن برضه صفيحه البنزين. ده الحاردين بتؤمن دي ليه؟ لانهم هم المعلمين، هيخرجوا معلمين للامه. ولان اعداد طلبه المدارس الدينيه في تزايد، فان العبء يتزايد على دافع الضرائب، ومعظمهم من غير المتدينين، وهذا ما اثار مشكله مؤداه ان طلبه المدارس الدينيه لا يخدمون بالجيش. فهم ردوا عليهم وقالوا لهم معونة الله هي التي تكسب الحروب وليس أداء الجنود. في صحافة الحريديم لهم صحافة زي مجلة، عندنا مجلة الأزهر وصحيفة الأزهر. هم لهم صحيفة برضه خاصة به. صحافة الحريديم تفرض قيود صارمة على كل كلمة، يعني اللي بيسموه الرقيب في رقيب في الحريديم، لأن اللي هينشر له هياخد فلوس، يبقى من حق الرقيب دي ما تنشرش، دي تحذف. ولهذا أول حاجة، أول رئيس تحرير مجلة صحيفة الجمهورية كان مين؟ هدلنا كده بغف الإنت، كان أنور السادات، كان رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. ولازم يجيبها من الأول كده عشان يبقى فاهم تمسك ده منين وتعمل ده منين وتزل ده منين كان وزير أول وزير الداخلية بعد ال 23 مين؟ جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ولازم يجيبوها من تحت. فلا تنشر كلمة في مقال دون موافقة الحاخام المسؤول الذي يتولى الإجازة والمنع، كما أن هناك قاموس للكلمات سيئة السمعة، قاموس كده الحماه، مش هقدر اقول الاس اللي بعدها ولا البتاع ده ممكن يقف، مش كده؟ ما اقول لكم حماه بقى اقلبوا الهاء. كلمة حماه لا، كلمة جهاد، كلمة لا 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 خلاص، لان انت هتاخد فلوس على المقال. كمان هناك قاموس للكلمات سيئة السمعة التي تنتمي الى عالم الاعداء او الى المدنية الحديثة، ولا يجوز نشرها على الاطلاق، مثل كلمات اللي ما تنشرش. تليفون، لأن كلمة تليفون من التلف. السلف تلف والرد خسارة. لا، اليهود لازم يستلفوا ويتلفوا. هم لما خرجوا من مصر لما استلفوا من نساء مصر الذهب وضحكوا عليهم وعملوا منه الهيكل. كان من الألفاظ اللي ما تنشرش الإيدز، الصليب الأحمر. لا أظن أضيف إليها دلوقتي خالد، أقصد خالد بن الوليد، مش خالد مش خالد مين. بتقول وتتسم نظرية الحريدين عشان تعرفوا بقى، عشان تقولوا المرأة مظلومة في الإسلام والإسلام مصادر مش عارف إيه، والدين دين ذكوري بتاع المرأة اللي كانت بتتبول من فمها دون حياء. تتسم نظرة الحريدين للمرأة بالدونية الشديدة، فيحرم نشر صورة المرأة في الصحف بتاعة الحريدين، كما يمنع تماما أن تتبوأ المرأة مكانة رسمية، نظرة مدرسة، مديرة لا، لازم تكون في الوظائف الدونية. لا أظن دلوقتي في قضية عندنا وفي رئيسة نيابة. بل يحرم على الرجال، واسمعوا الحتة الحلوة اللي هقولها، الاستماع إلى غناء المرأة حرام. العيال بقى هناك قالوا ان الاستماع لغناء المرأة يعادل لدى الحريديم جريمة الزنا. فشحاك ونورتون مستفينسكي بيقول الطريقة دي اللي هقولها لكم واقوم اصلي وبعدين اكمل لكم في حلقة جايه ان شاء الله. فاضل قد ايه؟ لسه 10 دقايق. 10 دقايق. خدوا الحتة الطلبة وبيغال. انا لما رحنا اللي اسمه ايه ده بتاع الدير، كنا وانا معيد عملنا رحله، يعني اقسم بالله العظيم الدير ده ممنوع
على هي كانت واحدة قتلت ولا زعموا هذا، وجت من أوروما زي أم الغلام وراس أم الغلام وبتاع، وعملوا لها مش عارف إيه. أظرف حاجة إن إحنا دخلنا لقينا الدير معلق الوثيقة العمرية بتوقيع عمر. وأنت رايح بروح دير سانت كاترين، الوثيقة العمرية اللي موقع عليها سيدنا عمر، يعني آمنون على كنائسهم وصلبانهم. ما يحبوناش أو ما يكرهوناش، إنما ما يحبوناش. عارفين حصل، وبيقفلوا بعد العشاء وهم عايشين لحد دلوقتي على اللمبه الجاز. وفي طوائف لما رحت امريكا في طوائف ما اعرفش نسيت اسمها، بس الساتر واللي وما تنقلوش الا بالحناطير، ممنوع السيارات تخش عندهم. في دير سانت كاترين دخلت، اقسم بالله العظيم اول مره عني صوره بغال عينيها جاحظه تخرج من رؤوسها. اي والله العظيم، لان ممنوع الجواز. وده انت بالنسبه له انت دراع في ايده، يعني بياكل ممنوع. ولهذا اول حاجه مطلع بيقولوا شباب بقى وفي ومعزومين ومعاهم رواد بيسمعوا اغاني. اخر ضروري لازم يسمع اغاني، واذا سمع اغاني امراه هيبقى ايه؟ زاني. الشحاك في كتابه اللي انا قلت لكم عليه ده، اللي هو ايه الكتاب بتاعه اللي قلت لكم عليه ايه يا ابني؟ اسمه الاصوليه اليهوديه في اسرائيل. في مجموعه بقى حريديه عايزه ترتكب، ضروري هترتكب جريمه الزنا، هنسمع اغاني، جعانين اغاني. انشأت المجموعه دي، عملت ايه؟ انشأت باحدى المستوطنات محطه للاذاعه، وارادت بث اغاني شهيره لمطربات. الامر ده رفض من الرقيب الحاخاماني حتى لا يقع خرق للشريعه. طب ما نخرقهاش بقى، نعمل ايه؟ بعد الكثير من المشاورات اقترح، وهم بيتربوا على الحيل، هناخد اغاني المرأة ونخلي راجل يغنيه، وارجع اخدها من الراجل اديها لمرأة تغنيه. يبقى انا ما خدتهاش من مرأة مباشرة، انا عملت لها ايه؟ يعني عملت لها كذا ما بتعمله مع الايه اللي اسمه ايه ده، الكحول والاسانس. هميعها بخنشور او خناشير يغنوه، واخدها من الخناشير انا هقراها لكم، مش هذا انا هقراها لكم. بيقول ايه؟ وبعد كثير من المشاورات اقترح المستوطنون حلا وسطا حظي بالقبول وما زال معمولا به حتى الان. ايه الحل ده؟ يقوم الرجال